السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي في قناة أبو وشيل. أنا النهاردة هتكلم على فيديو إن شاء الله يعجبكم. فيديو عن عيلة آل داوود. الفيديوهات اللي بتعملها آل داوود اليومين دول بصراحة ولا أروع ولا أجمل ولا أحلى من كده. حلمية وزايا لما رجعوا مع بعض عملوا روح حلوة جدا جدا جدا، وده اللي احنا كنا بنتمناه وده اللي احنا طالبناه من 3 سنين، ان هم يرجعوا ويتكاتفوا مع بعض ويبقوا ايد واحدة ويعملوا فيديوهات مع بعض. اعترض عليا بعض المتابعين وكانوا حابين ان حلمية تبعد عن زايا في التصوير حتى لو اتصالحوا، او زايا تبعد عن حلمية في التصوير حتى لو اتصالحوا. لكن كلكم شايفين طبعا وكلكم حابين تشوفوا العيلة ديت بالشكل ده على طول. وزاهية اكدت الكلام دوت في الفيديو اللي عملته الاخير وهي بتنشر الغسيل. زاهية شكرت كل القنوات اللي حبت ان هي تدافع عنها في الفترة اللي فاتت، وشكرتهم من كل قلبها، وقالت كمان ان الكل كسب من ورايا، سواء كان دافع عني او قال كلمة ضدي فالكل كسب من ورايا واستفاد. ودي حقيقة محدش ينكرها، وطلبت كمان ان محدش يحط صورها على الفيديوهات او صور اخواتها، وان محدش يشاركها في خلافات مع قنوات تانية لان هي بعيدة تمام البعد عن الخلافات ديت. يا ريت نحترم رغبة زاهية في حاجة زي كده، واكون انا البادي في المبادرة ديت. وان شاء الله مش هحط صورك يا زاهية مرة تانية، لا انتي ولا اي اخ من اخواتك ولا اي اخت من اخواتك. مش زعلان منك من الطلب دوت، بالعكس دي رغبتك ولازم ان احنا ننفذها علشان نحس بالراحة التامة زي ما انتوا فرحانين مع بعض والاسرة رجعت مع بعضيها، ودي حاجة جميلة وده اللي احنا طالبناه وده اللي احنا كنا عايزينه. يا ريت نحترم رغبة زاهية، وفعلا محدش يحط صور زاهية ولا صور اخواتها، واكون انا البادي، ودي حاجة ما تزعلش. مرة تانية اتمنى لكم فعلا 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 على حد كلام زاهية في الفيديو دوت، ان الفرحة اللي بتشوفوها في عيلة آل داوود واللمة اللي شايفينها في عيلة آل داوود هو ده اللي كان موجود الاول قبل الخصام. وان المشاهد اللي انتوا بتشوفوها والألفة اللي موجودة في الأسرة مش تمثيل، دي حقيقة وحلفت اكتر من مرة، وان هي راجعة بعد العمرة مصفية ذهنها لانها تعبت نفسيا، ووالدتها تعبت برضو من كتر الانتقادات اللي كانت حواليها. اتمنى ان احنا نلبي رغبة زاهية في حاجة زي كده لو كنا فعلا حابين العيلة ديت انها تستقر. واتمنى من القنوات ان هي تهدى شوية على نفسها وتحاول ان هي تبعدهم عن المشاكل. احنا شايفين الفيديوهات بتاعتهم بسم الله ما شاء الله حلوة وجميلة وكلها حب وحنان وألفة بينهم وبين بعض. واكيد الفيديو دوت شافته عيلة آل داوود بالكامل، ويا ريت يحافظوا ويساعدوا زاهية في الارتباط الاسري اللي موجود، الجو الجميل اللي احنا شفناه اللي كان وحشنا من زمان واللي حبينا ان احنا نشوفه. وزي زاهية ما بتقول ان الجو دوت كان موجود قبل الخلاف، وكانت عيشتهم نفس العيشة اللي هي عايشاها دلوقتي. فنساعدهم ولا ننكد عليهم ويرجعوا يتخانقوا مع بعض؟ اكيد اللي بيحب عيلة آل داوود وبيحترمها هيساعدهم، اما اللي ما بيحبش عيلة آل داوود ومش عايز يساعدهم فربنا معاه. وأم مصطفى ربنا يشفيكي ويعافيكي إن شاء الله، وأكيد العودة ديت هترجع الحالة النفسية بتاعة أم مصطفى وتساعدها على الشفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.